شوف يا سيدي، بمجرد ما بيهل علينا شهر رمضان المعظم طبعا بيجي على بالنا وبننزل نشتري يميش رمضان. طب هو ايه حكاية اليميش ده؟ ويعني ايه اصلا كلمة يميش؟ يميش اساسا كلمة مش عربية، هي كلمة تركية معناها الثمار المجففة او الفاكهة المجففة، وبنقصد بيها التين المجفف والمشمش المجفف والبلح والزبيب الى اخره من انواع الفاكهة المجففة. طبعا لما نيجي نشوف اليميش ووضعه ايه في رمضان في العصور الإسلامية بالذات في القاهرة، لازم على طول نتكلم عن وكالة قسن الساقي اللي موجود مدخلها إلى الآن في القاهرة الإسلامية باقي إلى اليوم، وهي كانت وكالة كبيرة ومهمة في تجارة اليميش في شهر رمضان. كان بيحضر ليها التجار الشوام على وجه الخصوص عشان يبيعوا أصناف اليميش المختلفة إلى جانب بعض المواد الغذائية الأخرى والصابون والزيت وأصناف أخرى من التجارة يعني. وكانت مشهورة قوي، تأسست في القرن ال14 حوالي سنة 1340 ميلاديا، ومنها زاعت شهرة اليميش لأسواق أخرى في القاهرة. زي اتنقلت الفكرة بعد ما وكالة قسن راحت عليها واتخربت، راحت فكرة تجارة اليميش دي لوكالة مطبخ العسل أو سوق مطبخ العسل، وده موجود في حارة الطنبوكشية اللي كانوا يبيعوا التنباك اللي هو التبغ الذي يمضغ أو يستنشق في هذه الأزمنة. وكمان اتنقلت لوكالة البلح، خدت شهرة كبيرة جدا بتجارة البلح. وكمان اتنقلت لسوق رود الفرج، وطبعا انتشرت في أرجاء مصر كلها، وبقت مسألة معروفة جدا ومرتبطة جدا بشهر رمضان المعظم. أول لما نسمع كلمة رمضان لازم يجي على بالنا على طول اليميش وشراء اليميش عشان شهر رمضان. بس يا سيدي دي كل الحكاية، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.